هذا الذي الحلوين ساين تربيع الاكس زائد كوساين تربيع الاكس اللي يساوي واحد. انت بتحفظها قانون، طلع منها قانون ذهبيه. هاي الذهبيه، الذهبيه هم الفرد يسمونها. خلي بالك يجي طالب مهذب من طلاب شعبه واو يقول استاذ اقدر احسب منها واقدر احسب منها. اقدر ابقي لك الساين تربيع. قلت لك الكوساين. شوف والله حكي معدل. اقدر ابقي لك الكوساين يساوي ويا شباب انت اللي عليك هو حفظ القاعده الاساسيه. ساين تربيع زائد كوساين تربيع لاي زاويه يساوي واحد. راح ابقى ساين تربيع، بقيت ساين تربيع وانقل الكوساين تربيع. شو يصير؟ يصير واحد. يصير واحد ناقص كوساين. مره يعجبني او يصادفني كوساين تربيع راح تقول لي واحد ناقص ساين تربيع الاكس. ويا شباب انت تحفظ الاول واستنتج من استنتاج. لمن تستخدم هاي المتطابقات؟ يعني هم عندنا متطابقات من النصف. ذيك الاسس الزوجيه وهاي الاسس الدرجيه. خاف تدوخ بيناتهم، اعتبرها باعتباره واعتباره مو عني. الفردي ابو الواحد، مو الواحد عند الفردي ولا لا؟ ذاك ابو النص. وذاك ابو النصف زوجي يعني في مقام اثنين حتى تميز طلاب. ميز جرح عن جرح. بين يطيب بدواء وبين يطيب بجرح. الله بارك يا شباب. تكامل ساين تكعيب اكس. راح تروح للبيت تلقى كوساين تكعيب. هذا حليناه. زين كوساين تكعيب على واحد ناقص ساين. شباب وعندي تكامل كوساين أس 5 دي اكس. شوي تابع طلاب. إذا وجدنا كوساين لوحده أو ساين لوحده المرفوع إلى أس فردي أسحب منه أو أجزئه نفس المعنى. فراح يكون الجواب كالآتي. كوساين تكعيب جوابه كالآتي. طبعا عندنا بالوزارة مبدلين الساين بالكوساين. كوساين تكعيب من جاي؟ كوساين تربيع في كوساين اكس. شو نسميها هاي؟ تجزئة. المقام هو واحد ناقص ساين اكس. زين شباب. صار الجزء على مود يصير عنده متطابقه وتحليل واختصار المقام. لان عنده محرمات، عندي محرمات وهي الكسور والمتطابقات. نجي تكامل المقام ثاني الاختصار واحد ناقص ساين اكس وهذا كوساين اكس بالنسبه للدي اكس. شباب هذه متطابقه فرديه وليست زوجيه. انا جاي اشوفها زوجي ما له علاقه بالجواب، علاقتك بيمن بالسؤال. شنو اصل السؤال؟ فردي ولا فردي؟ اذا فردي المتطابقه الفرديه. يعني كوساين تربيع واحد ناقص ساين تربيع اكس. شباب طالب يقول اجى ببالي ويمكن التخلي قانون النصف لان هو زوجي. قلت له شو زوجي؟ بس السؤال بدايته شنو؟ فردي. استاذ اذا حليته بالنصف صح؟ لا راح الزوايا تختلف ما يتكامل. هم رجعنا نفس المشاكل. نجينا هاي الخطوه الاولى يسمونها مجزء. خلينا نسميها هاي يسمونها متطابقه فرديه. متطابقه فرديه. هنا يسمونها تحليل واختصار. المقام الثاني لو ثاني وهذا كوساين ضرب. قوسين كبيرين او متوسطين. هذا احلله فرق بين مربعين. فرق بين مربعين. يا حب الاول والاخير. اعتبرها واحد ناقص واي تربيع. راح تقول لي واحد ناقص واي واحد زائد واي. ايش اعتبرها واحد ناقص اتش تربيع. واحد ناقص اتش واحد زائد اتش. منين جاي في الواحد؟ واحد في واحد. منين جاي السالب؟ منين جاي الساين تربيع؟ ساين اكس عفوا ساين اكس في ساين اكس. زين عندي اخبار سعيده. اخبار سعيده هي الاختصار. يعني هاي الطاسه ويا من؟ تحليل مربعين هذا صار؟ ويا الخطوه الاولى تجزئه. هاي متطابقه. هذا تحليل فرق بينه. نعم احسنتم. اذا تحليل مربعين واختصار المقام.
يبقى عندي تكامل 1 زائد ساين اكس مضروب بكوساين اكس. يمكن بعد عنده محرمات. شنو المحرمات؟ الاقواس اقدر اعتبره داله مشتقه ساين كوساين هم يصير، بس هاي ابسط تجي ببال الطالب. يصير تكامل كوساين في 1 كوساين اكس يساوي مرفوعات اس 1 زوال يساوي كوساين في ساين كوساين. اصبر بوي، كل ما تحل لك سؤال للنص تلقاه سؤال محلول سابقا. يعني استاذ علي هذا تكامل مباشر جاء لوحده، هذا احدهما دال والاخر. قلنا الضرب والقسم غير مباشر. يعني يجي طالب تكامل كوساين ساين زائد 1 داله 1 مشتقة داخل قوس موجودة خارج قوس تكمل المشتقة ونكامل الدالة نضيف اس 1 ونقسم على الجديد نقسم على من؟ زائدا سي. إذا طلبتي خطوات تسلسلية نجزئ نعم، متطابقة فردية نعم، تحديد فرق بين مربعين اختصار البسط تماما. يبقى كوساين مضروب في قوس كوساين في 1 كوساين في ساين كوساين. هذا وحده يتكامل عكس عقرب تكامل كوساين. هذا 1 داله 1 مشتقة، اضيف للداله احذف المشتقة. هي 1 زائد 1 شو يصير؟ 2 على واحذف زائد سي. ايش هذا غير مباشر؟ مضروب ايش هذا مباشر؟ هذا ويا شباب نعم استاذ. يعني انت ترجع تلقى ساين تقريب على 1 ناقص كوساين ما قدر لك فقط. صار من هالخطوه اي عاد كلام مباشر عادي لا مو مباشر لا اعتبر الوصف علما مشاوش. اي مشتقة 1 صفر مشتقة ساين كوساين هاي تهمل يصير تربيع على تربيع. نعم يطلع نفسك هذا؟ يطلع الجواب ظاهريا يختلف باطنيا صح. اي نعم هذا العلم باطن زين. زين هذا فردي لو زوجي؟ فردي يعني مو زوجي؟ لا مو زوج. زوجي هسه اقسم لو اسحب نسحب لزين وذيك الساعة ويا روضي نور الشعبة وجود الشعبة نور الشعبة ترتيب الشغل باوعد اكسجين الشغل شمعة الشغل كوساين اس 4 اكس صار دنيا صار يبغى شغل. لا صير يجي بس ما اقدر اصارحه ما عندي جرأة. هذا اس 5 شو يصير 4 بواحد. ما بعد نفس ما لا هسه شوف قبل اشوف هسه من مراجعة هذا مسات هذا تعالي بالتاهل. شنو هو؟ خميس من جاي مطعم بلوي هذا في علامة واقسم ويا حلوين علي انا قرب تحت وعلى فيها امتحانات ما في حدث. كوساين اس 2 4 تقسيم 2 2 جانبه كوساين اكس دي راح اعيد الخطوات وازعل اذا ما انتبه لي. اس فردي اسحب منه كوساين فيصبح زوجي اقسم على يمن جينا عندي مشكله بسيطه وهي الاتيه تكامل هذا التربيع الفوق ما له شغل به كوساين خارج نطاق الخدمه بالنسبه لمن؟ واحد ناقص. هذا متطابقه فرديه ولا زوجيه؟ فرديه لا يشتغل شبه زوجيه عليك بالاصل والفصل مو؟ استاذ علي تعال كوساين تربيع شنو قيمته؟ واحد ناقص 1 ناقص ساين. طبعا من حسنات الفردي الزوايا نفس يصير اخترق القوس؟ لا عند محرم دولي عند هذا مربع أدانية القوس. يعني بسطه ذيك الساعه وزع الكوساين. تكامل وهذا كوساين ينتظر رحمه الله الواسعه. عندي كثير من المحرمات وهي مربع أدانية. والتوزيع فيما بعد. يقول مربع الواحد 2 في الاول في الثاني ساين 4 ساين اس 4 عندي محرمات نعم يا المكان نعم شنو هي؟ لا قوس. هي الكوساين يعني الكوساين يدخل على الاول على الثاني راح يصير تكامل. كوساين في 1 كوساين اكس كوساين في 2 ساين تربيع 2 ساين تربيع الاكس كوساين اكس
زائد كوساين في ساين 4 ساين اس 4 اكس كوساين اكس بالنسبه لمن؟ كامل. هذا ايش ما قسم على اثنين؟ صدق هذا واحد دلع واحد دال حتى لو وزن وجهي حتى لو فرد لا علاقه. اريدك وياي. هاي التربيه ما ارتاح لها كذا هيك. فوق فوق. هاي الاربعه امام حتى تجيني الفكره. تجيني الفكره. اذا هذا الشرط غير جازم جاء الكوساين وحده تكامل مباشر. كوساين تكامل ساين ما لك شغل. مو مشتغل. واحد داله واحد هاي داله مشتقة الساين شنو هو؟ جيد. ايش بين مشتقة؟ تهمة والداله كم؟ يعني هاي راح من اجل هذا ثلاثة. الساين 3 صار اثنين. واحد داله واحد خمسة. اضيف للأس واحد شو يصير؟ 5 على 5 زائد نصف. ويا شباب تعرفون جمال؟ خوش ولد كان التدري انا كمال زائد واحد على 50. هذا قد المعامل واحد على 5. ساين 5 اكس زائد. ساين بص 5 زائد نصف زائدين. طلبة الافاضل انت بتروح البيت تحل كوساين تكعيب تحل هذا السؤال تحل ساين بص 5 تقدر تحل اذا قرأت القانون وحلت مثال ثم دخلت بالواجب والفصول الاخيره لكل المواد 7 المواضيع الاخيره احكي وحدات شو نسميها فصول تغذيتها هو حلول الواجبات لانه الوقت ما نعطي فرصه كافيه للمدرس يستمتع بالامتحانات والعادات. الفصول الاخيره طلاب غذيها من ابيها حل واجبات الموضوع يعني امتحان بيوم باعتبار. اما انت اذا على الشرح وماكو شهري شو يسوي بك من واجب الموضوع؟ يدمرك من الصبح ل 9:30 يجوز ورا كثير ما تعمل. مرات المثال ياخذ منك نص ساعه مو؟ مرات 5 ورق ياخذ منك ربع ساعه. معنى بالتسعة ونص. هو لازم جره واحده المراجعه غير ناجحه حسب خبرتي المتواضعه الطالب يقرا من 5 ل 9 من 9 ل 9:30 ريست فاصل. الصبحيه جره 6 ساعات جره واحده؟ لا ما يقدر. ما اعتقد انا هالشيء ما مر بي ولا اقدر اسويه. اشيك على نفسي. فالصبحيه بصير تقسيم اثنين من 5:30 نقول ما نقول من 5 للتسعة من 9 ل 9:30 استراحه وريوق خفيف. أنا 9 ما بتريح. لا شوف تتريق مرتين. مرتين فريق. الريوق قبل 5:30 يسمونه جلاس حليب شو يسمونه؟ جلاس حليب تاكل تاكل ورا 9:30 من 9 ل 9:30 تقلب بيها باذنجان. جاي تفهمني ولا لا؟ هذا شيء قطع. لا شيء قطع. انا جاوب انا جاوب هذا الصبح. أو تشيل هادي حقيقة اقدر اتريق انا من 5:30 اي والله بس اقدر اشرب سائل صح ولا مو صح؟ والله يقدر من 5:30 انا اقول لك ما حد يقدر بس اذا حيقدر نقدر نساق جيمر بتريح ثانية ما